زوال عضوية مرتضى منصور في الزمالك، وزارة الرياضة تعلنها رسميا. السلام عليكم ورحمة الله. اختارت وزارة الشباب والرياضة بشكل رسمي نادي الزمالك بزوال عضوية مرتضى منصور بعد سجنه مؤخرا بتهمة سب وقذف كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وكانت محكمة النقد رفضت الطعن المقدم من مرتضى منصور على حكم حبسه لمدة شهر بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقررت تأييد الحكم بشكل رسمي. وتم ترحيل مرتضى منصور إلى سجن وادي النطرون لتنفيذ عقوبة حبسه لمدة شهر بتهمة سب وقذف الخطيب. وبناء عليه أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابا رسميا إلى الزمالك تخطره فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بعد سجنه، وضرورة عقد جمعية عمومية لانتخاب رئيسا جديدا للنادي بدلا منه، ويتولى سليمان وهدان أعمال رئيس نادي الزمالك في الفترة الحالية لحين إجراء الانتخابات على مقعد رئاسة النادي. من ناحية أخرى يستعد الفريق الأول بالزمالك لملاقاة نظيره فريق بيراميدز يوم الجمعة القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة الداخلية غدا. تلقى الجهاز الفني للأهلي صدمة جديدة قبل مواجهة فريق الداخلية غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري المصري. وتأكد غياب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي عن مواجهة فريق الداخلية، ويأتي غياب عبد القادر عن مباراة الداخلية بسبب إصابته ببعض الآلام في الركبة في الساعات الماضية. وغاب عبد القادر عن المشاركة في مران الأهلي اليوم الأخير قبل لقاء الداخلية بسبب الإصابة، حيث شعر بآلام في الركبة خلال لقاء الفريق الأحمر ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا. وتقام مباراة الأهلي والداخلية الثلاثاء في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة و8 بتوقيت مكة المكرمة. في الختام ما تنساش عمل لايك لهذا الفيديو، اشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.